بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير البنات وعلى خير. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. اليوم جبت لكم طبق سهل جدا، خفيف ظريف، اللي هو يعني مونشتو ولا زاليقو، كل واحد كيفاش يسميه. يعني لوبيا خضراء بالزيتون وليبولات، سهلة وخفيفة ظريفة، خاصة اللي ما عندكمش الوقت يعني يجيكم سهل جدا وسريع. أول شي نحتاجو كمية مليحة من الثوم والبصل، نحتاج شوية زيت وشوية سمن يكونوا مرابيين مليح يعني مرحيين، ونحتاجوا معاهم شوية ملح فقط، يعني رشة من الملح حسب الذوق حسب الرغبة، يعني الملح دائما حسب الرغبة. ونحتاجوا أيضا في الوصفة الطماطم تكون مرحية مليح خضرة، يعني حب يعني خضرة عادي، طماطم فريش. ونحتاجوا معاه ليزيبيس أو البهارات اللي هي فلفل أبيض، شوية زنجبيل، وملعقة تاع كاري أو كوري. هذه هي فقط المكونات. أما بالنسبة لليبولات نحتاجوا لحم أحمر مطحون، تقدروا تستعملوا اللحم الدجاج عادي يعني جدا. نحتاج معاه كمية من المعدنوس يابس أو أخضر، وكمية نفسها يعني من البصل ويعني والثوم المطحونين، وصفار بيضة مع شوية بياض فقط، ما نكثرش بزاف باش ما يتلصقش ويجيكم يعني باش يجيكم قد قد يعني. ونحتاج البنات أيضا الفخوماج اللي عندكم. أنا درت هذا النوع يعني من مثلثات، وطبعا زاليقو أو كل واحد كيفاش يسميها، أو المونشتو أو لوبيا خضراء، تكون مفورة مع رشة ملح ورشة فلفل، نكون فورتها يعني من قبل. هنا حطيت البنات البصل كل شي يتقلى مع بعض والثوم ورشة الملح كما قلت لكم. وراح نضيف الزيتون، يكون يعني مغلي من قبل، تقريبا يعني كما العادة كما طاجين الزيتون تغلوه فقط وتروح منه الملوحة. وهنا البنات ضفت البهارات ولا ضفت يعني ليزيبيس يتقلوا شوية، وضفت لهم الطماطم. راح نتحصلوا على هذا الخليط، ما يحتاج بزاف، ما درت شوية فقط، ما ملعقتين أو ثلاث فقط، لأنه الطاجين تعرفوا يطيب يعني خاثر، ويطيب الطاجين كي طيبوا فيه ما يحتاج بزاف الماء. وهنا البنات كما تشوفوا راني رميت الزيتون، راح تخلوه يطيب يعني مليح مليح. ونرجعوا ليبولات كما تشوفوا هنا، تبلتهم بالملح والفلفل الابيض فقط، يعني ما درتش بزاف حوايج. وصفار البيض كما قلت لكم مع شويه بياض فقط باش يكون متماسك وما يتحلش، راح يجيكم طري ليبولات تجيكم طريه وبنينه في نفس الوقت. تعجنوها مليح مليح بهذه الطريقه، تحاولوا تخلطوا تعجنوا كل شيء مع بعض باش يعني تجيكم يعني متماسك، تحاولوا تعجنوه. وكاينه ثاني نصيحه اخرى البنات، لازم يكون بارد، اللحم تاعكم يكون بارد من الاحسن المرحي. هذه يعني استيس مليحه بزاف، لانه كي ديروه مش بارد راح يكون يتلاصق ويكون مش مليح يعني. هنا راني كملت البنات بواسطه شويه زيت فقط تاع المائده يعني العادي، تبلوا يعني تمسوا بيدكم، وديروا بولات يعني لي بولات، يعني تعاونوا رواحكم بالزيت باش ما يتلصقش يعني. هذه هي فقط. راح ندير كويرات، نحاول يعني نكورهم، هي سهلة مع الزيت يعني. حاولوا البنات تديروا شوية زيت في يدكم فقط، ومن بعد عادي جدا راح يتكور لكم وسهل جدا تعملهم. دي بولات كيما هكذا البنات يكونوا كبار شوية باش يجيكم الشكل جميل، ولا تقدروا ديروا لي بولات يعني متوسطين على حسب الرغبة، كل واحد وش حب. راح البنات يجيكم سهل جدا كيما قلت لكم، كي تمسوا يديكم مع الزيت دائما باش ما يلصقش، راح يجيكم سهل جدا في يعني في كي تكوروه، مش يعني الشيء اللي يتلاصق ولا حاجة. وهنا البنات كيما تشوفوا راني حطيته يطيب يعني كورات اللحم مع الزيتون، وضفت لها كمية مليحة من المعدنوس، خلوه يطيب عادي جدا. وفي الأخير نضيف يعني المونشتو خضراء ولا اللوبيا الخضراء في الأخير، اللي هي أصلا طايبة يعني راح تطيب في ساعة. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا راهو طابلي، درت عصرة خفيفة من القارص والليمون، وزينته بالمعدنوس والليمون يعني العادي. تقدروا ديروا البطاطا مقلية ولا أي شيء تضيفوه كما حبيتوا، المهم هو طبق بنين، والتزيين اختياري طبعا. انا زينته عادي البنات كتزيين تقليدي كما قلت لكم بالليمون ولا طرونش تاع قارص.
وشوية معدنوس، ويعني وفيها بركة، يعني يجيكم حسب الرغبة كما قلت لكم. المهم البنة البنات إن شاء الله عجبكم ونيل رضاكم، وإن شاء الله تجربوه البنات. فقط دعمكم خياتي ومشتركيني ومشتركاتي الغاليات، وإن شاء الله نقدم لكم أطباق أخرى إن شاء الله. وهنا راني حطيت البنات في صحن تقديم، راح نقدمه في هذا الصحن. وإلى الملتقى البنات في فيديو آخر حلو أو مالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.